اتمنعت اتكلم لمدة 24 ساعة، ودي سلسلة بجرب فيها تجارب قبل ما اموت. اولهم صيام الكلام. بكل بساطة انا امنية، ولو ما تعرفش فالصوم عن الكلام اتذكر في القرآن في قصة السيدة مريم رضي الله عنها وقصة سيدنا زكريا عليه السلام. والصيام هنا ملوش علاقة بالاكل، انا بس مش هكلم حد لمدة يوم. الموضوع ابتدى باني ظبطت التايمر على 24 ساعة الا ثانية وهشوف ايه اللي هيتغير فيا. اول حاجه خدت بالي منها ان الموضوع مش صعب، ونص الكلام اللي بنقوله ملهوش معنى، يعني عادي تسكت في الموقف ده. رحت الجيم وده كان اصعب قرار عشان بتعامل مع ناس كتير، فكتبت لهم برقيه اني ممنوع اتكلم. وحتى سواق الاوبر وانا بديله باسورد الرحله ما اتكلمتش معاه كلمه، وخاف مني. اتنمروا عليا وفرجوا عليا الجيم، بس الحمد لله طلعت من التمرينه زي ما انتم شايفين واخده تان. ازاي ما اعرفش. كل ده وانا ساكته عشان مش محتاجه ابرر كل حاجه لكل الناس او اثبت وجهه نظري، محدش مهتم غيرك حرفيا. رجعت من الجيم لقيت فيا طاقه جباره، لا ومش جعانه، يعني صيام الكلام خلاني شبعانه، ودي حاجه غريبه. هو الكلام فعلا بيجوع، لدرجه اني بعد التمرين اتمشيت ساعه زياده وانا بمشي لاحظت ان طريقه كلامي جوه نفسي ايجابيه. يعني اليوم ده ما كانش عندي افكار سلبيه تجاه اي حاجه، وحاسه بسلام نفسي كبير. والطاقه اللي بهدرها في الكلام تحولت لطاقه شغل وتمرين وقرايه وعباده. انا اتصدمت، انا ما كنتش مصدقه ان كل النشاط ده من غير فنجان قهوه واحد. وفي اخر اليوم زوري كان واجعني بس خفيت من غير ما اخد اي دواء عشان ما اتكلمتش. بعدين قررت اقرا كتاب الرجل الذي تذوق الكلمات، ما انا محرومه منها بقى. الحاجه الوحيده اللي كان مسموح اتكلم فيها كانت الصلاه والاذكار، بحرك بقي بس. وفي النهايه ده اليوم الوحيد اللي اعيشه من غير اي وسوسه او فكره سلبيه واحده عن العالم او عن نفسي. جرب تصوم عن الكلام وشوف مين بيزعق جواك اول ما تسكت.